على توحيد الإلهية. ويقول الشيخ المصنف حفظه الله تعالى ورعاه وسدد خطاه تحت عنوان الغلو في حقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد سبق معنا أن من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل، وأن بدء الغلو في الصالحين يستمر بصاحبه ربما إلى أن يكون هذا الغلو شركا صراحة والعياذ بالله. الشرك الغلو مراتب ودرجات، يعني بعض الناس يكون أغلى من بعض، فيصل الغلو بصاحبه إلى الشرك والعياذ بالله. ثم المشركون الغلاة درجات أيضا في غلوهم في الشرك. يقول حفظه الله: لقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الغلو في تعظيمه ومدحه، وغيره من باب أولى. يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير الخلق كما جاء عن السلف عن بعض الصحابة أنه قال: ما خلق الله مخلوقا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير خلق الله وأكرم الخلق على الله، ولا يجوز أن يغلى، لا يجوز الغلو في مدحه ولا في تعظيمه، فغير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدون شك من باب أولى، لأن ذلك أي لأن الغلو يؤدي إلى إشراك المخلوقين في حق الخالق سبحانه وتعالى. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الغلو في مدحه، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، رواه البخاري ومسلم. والإطراء هو مجاوزة الحد في مدحه، أي لا تمدحوني فتغلوا في مدحي كما غلت النصارى في عيسى بن مريم عليه السلام حتى ادعوا فيه الألوهية. فمنهي عن الغلو وعن الإطراء حتى لو لم يصل إلى غلو أو إطراء النصارى لعيسى عليه السلام. أقول هذا لماذا؟ لأن بعض الجهلة ومنهم البصيري في البردة يقول: دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي. يعني يقول دع فقط الذي ادعته النصارى في نبيه، يعني لا تقل إن النبي صلى الله عليه وسلم ابن الله، ولا تقل إنه هو الله، وبعد أن تترك هذا فاحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي. عرفت؟ هذا ليس صوابا، بل أنت لا يجوز لك أن تغلو أي غلو، ولا يجوز لك أن تتجاوز أي تجاوز حتى لو لم تصل إلى ما قالته النصارى في عيسى عليه الصلاة والسلام. يقول: إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، أي صفوني بذلك ولا تزيدوا عليه، فقولوا عبد الله ورسوله، كما وصفني ربي بذلك، كما في قوله تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وقوله وأنه لما قام عبد الله يدعوه، وقوله يا أيها الرسول، وقوله يا أيها النبي في غير ما موضع من كتابه الكريم. فدائما في مقام ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تذكره بأوصافه ونعوته الشرعية، وإياك أن تنعته أو أن تصفه أو أن تتكلم في حقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما لم يأتي في النصوص الشرعية، فضلا عن أن تتكلم في حقه بما يخالف النصوص الشرعية. يعني أنت انتبهتم لما أقول؟ لا تأتي بما لم يأتي في النصوص الشرعية. يعني عندنا النصوص تدل على كذا، أنت تقول بما دلت عليه النصوص، لا تتجاوز هذا. لا تدعي فضائل أنت لا تعلم عليها دليلا، لا تذكر أمورا أنت لا تعلم عليها دليلا. فما البال بمن يدعي أمورا وفضائل النصوص الشرعية تخالفها؟ هذا أبعد وأبعد. عرفت؟ يقول: فأبى المشركون إلا مخالفة أمره صلى الله عليه وسلم وارتكاب نهيه، فعظموه بما نهاهم عنه وحذرهم منه، وناقضوه أعظم مناقضة، وشابه النصارى في غلوهم وشركهم، وجرى منهم من الغلو في حقه صلى الله عليه وسلم بما هو صريح الشرك في نثرهم وشعرهم، كقول البصيري في البردة يخاطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم.
يقول ولن يضيق رسول الله جاهك به إذا الكريم تجلى أو تحلى على وجهين باسم منتقم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. فيقولون أن هذا حتى يكون في مقام القيامة أو في يوم القيامة، حتى لو كان هذا ليس يقال الأمر هكذا. ثم هذا النداء في الدنيا، وهو يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ويرجو منه ويطلب منه، يعني حتى لو كان يطلب الشفاعة، حتى الشفاعة لا تطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني عبد الله الغماري له نقد على البردة قال فيه الأولى أن يقال يا أكرم الخلق مالي من يشفع فيه سواك عند حلول الحادث العمم، حتى تفهم أن هذه في الشفاعة. حتى الشفاعة لا يجوز طلبها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطلب الشفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم شرك، لأن هذا هو عين ما كان يفعله المشركون مع أوثانهم، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فكانوا يدعونهم ويطلبون منهم الشفاعة لهم عند الله. كذلك الذي يدعو رسول الله ويقول يا رسول الله ويطلب منه الشفاعة عند الله، يقول يا رسول الله اشفع لي، هو قد أتى بعين شرك المشركين الأولين. نعم نحن نريد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ممن نريدها ممن يملكها وممن يأذن وممن لا تكون هذه الشفاعة إلا بإذنه ورضاه، وهو الله سبحانه وتعالى. الله تعالى يقول في كتابه الكريم قل لله الشفاعة جميعا، قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. والله تعالى ذكر هذه الآية بعد قوله أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. طيب، فسواء قال يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، أو قال حتى يا أكرم الخلق ما لمن يشفع فيه سواك عند حلول الحادث العمم، هذا باطل وهذا باطل، وهذا نداء شركي وهذا نداء شركي أيضا. ثم يقول ولن يضيق رسول الله جاهك به إذا الكريم تجلى باسم منتقم. انتقل الأمر إلى أن التوجه والمناجاة والدعاء صار لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن الذي يجب أن يكون هذا كله لله صار لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندي تسجيل لبعض الصوفية قبل قراءة هذا الفصل من البردة، وكان هذا بحضور الجفري والجفري اليماني وحمزة يوسف الأمريكي وغيرهم وموجود. ثم أخذ الرجل يقرؤون البردة، ثم وصلوا إلى هذا الفصل الذي هو الفصل الأخير من البردة، وقبلها أخذ إيش يعني الذي يقرأ يعني إيش يعطي وصله فاصلا هكذا، يقول سيدي، هو أنا أذكر ما يقول سيدي رسول الله المدد يا حبيب الله المدد، المدد يا رسول الله المدد، نظر إلينا عطفا علينا يا رسول الله، والجالسون يا رسول الله يا حبيب الله يا حبيب الله. فهمت طبعا، ويقولها إيش بالتنغيم والتلحين. أنا يمكن أن أقلده لكن لا أخرم المروءة يعني. فهمت؟ ويعني إيش مناجاة ودعاء ويجعلون هذا كأنه يقرأ القرآن، والناس من حوله بدلا من أن يؤمنوا ولا حتى يقولوا يا الله كما يفعل بعض الناس، لا هو يقول يا رسول الله. دعاء توجه، عبادة. هذه عبادة لرسول الله، هذه عبادة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم يقولون الوهابية يتهمون الناس ويكفرون المسلمين ويحكمون عليهم بالشرك. العبادة صارت منصرفة إلى غير الله، صارت منصرفة إلى عبد من عباد الله، وتقولون الوهابية ثم الوهابية. لكن من كان يعني أحط من البهائم أن له أن يدرك معنى العبادة، هذا الذي ضل وصار أقل من الأنعام. كيف؟ أولئك كالأنعام بل هم أضل، هؤلاء الذين لا يفهمون معنى العبادة أضل من الأنعام. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. أن لمثلهم أن يعقلوا هذا الكلام. ثم يقول في هذا الفصل فإن من جودك الدنيا وضرتها، يعني يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم من جوده الدنيا وضرة الدنيا. ما ضرة الدنيا؟ الآخرة.
يعني يقول من جود النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا والآخرة. ومن علومك علم أو علم على وجهين في قراءة مع الجملة المعطوفة على إن. طبعا البردة يعني لها شروح وإعراب ويعني ولهم في هذا يعني إيش، ويتنافسون في طباعتها بالطباعات الفاخرة. والله أحد الإخوة الأسبوع الماضي أعطاني كتابا مطبوعا في باكستان فيه بعض الأوراد الصوفية، يعني لا يمكن، فظيع طباعة، أريكم إياه ألوان يعني لا أدري، يعني ما رأيته هكذا. نعم. هناك في باكستان عند أضرحة بعض الأولياء الموالد تقام كأنها مدينة ملاهن. دع عنك المراجيح والأشياء التي تراها هنا، هذه يعني متخلفة، فهمت؟ هذه يعني أشياء منحطة ودنيويا حتى، لكن هناك يعني هكذا أطر كأنك تدخل مدينة ملاهي فظيعة، ألوان والبلاط والزخارف. يعني هنا ربما أنت تخشى لو رأى طفلك هذا الكلام، خاصة يعني أنه يقول لك أنا أريد أن ألعب هناك، والعياذ بالله. يزينون حتى تتعلق قلوب الناس بمثل هذا، تنفق على هذا الملايين حتى تتعلق قلوب الناس. يقول وما بعده من الأبيات التي مضمونها توجيه الدعاء والعياذ واللياذ إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم لما أكمل البيت يقول فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. ومن علومك علم اللوح والقلم. ما علم اللوح والقلم؟ ما الذي بالقلم؟ ما الذي خط في اللوح بالقلم؟ ما هو كائن إلى يوم القيامة، جرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. يقول فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم كل شيء ويعلم ما في اللوح المحفوظ. عرفت؟ ولذلك ألفوا مؤلفات عديدة، ألف الصوفية من المغاربة ومن غيرهم مؤلفات كثيرة في إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب ولا يخفى عليه شيء. البرلوية من الهنود من أسس معتقداتهم التي يتفردون بها، والبرلوية حنفية قادرية ماتريدية وغلاة في كل هذا. من أسس اعتقاداتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم حاضر ناظر يعلم الغيب لا يخفى عليه منه شيء. عرفت هذا؟ حاضر وناظر ويعلم الغيب ولا يخفى عليه منه شيء. يقول وما بعده من الأبيات التي مضمونها توجيه الدعاء والعياذ واللياذ أو والعياذ واللياذ إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل كذلك الأبيات في الفصل الذي قبله لما يقول فإن لي ذمة منه بتسمية محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم. الخطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول في معادي يا رسول الله خذ بيدي. هذا كذاك المعاصر الذي يقول أرجو بمدحي أن يبلغني النجا مرور صراط مرهف مسلط الحد. يرجو من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينجيه عند مرور الصراط المرهف المحدد مسلط الحد. يريد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم عند معه في هذا المقام، لأنه ماذا؟ يمدحه، فهو يمدحه تقربا إلى من؟ تقربا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أنت لما أنا أمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم أمدحه تقربا إليه أم تقربا إلى الله؟ تقربا إلى الله، لا تقربا إليه صلوات الله وسلامه عليه معي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حبي له وإيماني به واتباعي له وتعظيمي له وتبجيلي له، كل هذا تعبد مني لله رب العالمين واتمار بأمر الله. صحيح ولا لا؟ لا ينبغي أن يخفى علينا هذا ولا أن يغيب عن أذهان مسلم أو عن ذهن مسلم هذا الشيء. نعم. ويذكر أيضا في مدح قبل هذا البيت قوله يعني يبين أنه بمدحه
أراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقط، ولم يرد شيئا آخر من الدنيا ولا غيرها. يقول: ولم أرد زينة الدنيا التي ولم أرد زهرة الدنيا التي اقتطفت يدا زهير بما أثنى على أرمي. يعني يقول: أنا بمدحي هذا لم أرد زهرة الدنيا التي اقتطفتها يد زهير لما أثنى على أرمي. يعني أنا لا أريد شيئا من الدنيا، أنا فقط أريد من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون معي وأن ينجيني في الآخرة، فقط هذا الذي يريده. عرفت؟ يقول: وطلب تفريج الكربات منه في أضيق الحالات وأشد الصعوبات، ونسي الله عز وجل، وذلك أن الشيطان زين لهذا الناظم ولأمثاله سوء عملهم، فأظهر لهم هذا الغلو في مدحه وإن كان شركا أكبر، في قالب حبه وتعظيمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأظهر لهم التزام السنة في عدم الغلو به صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في قالب بغضه وتنقصه، حتى قال بعض الشعراء: ليس الذي أبدى هواه مغاليا، كلا ولا من ذاب حبا مسرفا. مهما الذي يبدي هواه ليس مغاليا، والذي يذوب حبا ليس مسرفا. يعني مطلقا هكذا، حتى إيش يكون الفتح بعد هذا للمبالغات. نعم. ويقول شاعر آخر في الكلام على حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ذا خفاء من ظهور وظهور من خفاء، عند ساق العرش يزهو وهو كنز في السماء، قد براه الله خلقا ليس من طين وماء، إنما نور تجلى في جباه الأنبياء. يعني يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم نور، هو في الأصل خلقه الله نورا ليس من طين. قد براه الله ذا خفاء من ظهور وظهور من خفاء، قد براه الله خلقا ليس من طين وماء. فيقول هو أصلا نور. يعني الرافضة هذا يعتقد الرافضة وبعض الصوفية وغيرهم يقولون هو خلق من نور، والرافضة يقولون خلق معه 13 معصوما الآخرون الأئمة 12 وفاطمة، ثم سلكوا في ظهر آدم. فيقول هو من نور، وإنما نور تجلى في جباه الأنبياء، حتى كان في النهاية ماذا؟ مخلوقا بشرا، وإلا فهو ليس من طين وماء، إنما هو ماذا؟ نور. هذا أصل خلقه، وهذا طبعا باطل. النبي صلى الله عليه وسلم خلق مما خلق منه سائر بني آدم، لم يخلق من نور، ولا يدل دليل على شيء من هذا. وكل ما يذكر من أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خلق من نور، وأول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، كل هذا كذب باطل يعني موضوع على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول: فأظهر لهم هذا الغلو في مدحه وإن كان شركا أكبر، في قالب حبه وتعظيمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأظهر لهم التزام السنة في عدم الغلو به صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في قالب بغضه وتنقصه. وفي الحقيقة أن ارتكاب ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم من الإفراط في مدحه وترك متابعته في أقواله وأفعاله وعدم الرضا بحكمه هو التنقص الحقيقي له، فلا يحصل تعظيمه ولا تتحقق محبته إلا باتباعه ونصرة دينه وسنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد جاء في حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت مع وفد بني عامر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقلنا: أنت سيدنا وابن سيدنا؟ فقال: السيد الله تبارك وتعالى. فقلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا؟ فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. ففي هذا الحديث، وهذا الحديث صححه وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله، ففي هذا الحديث منع هؤلاء أن يقولوا له: أنت سيدنا، وقال: السيد الله تبارك وتعالى، ونهاهم أن يقولوا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، وذلك لأنه خشي عليهم الغلو وكره أن يواجهوه بالمدح فيفضي بهم إلى الغلو. وقال: لا يستجرينكم الشيطان، أي يتخذكم جريا له
أو الجريا له، والجري الرسول والوكيل. فبين بهذا أن مواجهة المادح للممدوح بالمدح ولو بما فيه أنه من عمل الشيطان، لأن ذلك يسبب تعاظم الممدوح، وذلك مما ينافي كمال التوحيد، كما أنه قد يسبب غلو المادح حتى ينزل الممدوح منزلة لا يستحقها. وكم من ناس يمدحون ناسا في وجوههم، أولا الممدوح يمدح في عامة ما يمدح بالباطل، والمادح لا يقصد وجه الله ويبالغ ويغالي، وربما وهو يعلم أنه يبالغ ويغالي. وقد نهى صلى الله عليه وعلى آله وسلم ايش؟ نعم أنا عندي أنا في الرواية هم منازل لعلها في الحديث الثاني حديث أنس. طيب يقول نعم ومما لعل بعضكم قد سمع أن أحد الشعراء أراد أن يقول قصيدة في الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، فأخذ يلقي بعض الأبيات، فكلما ألقى تكلم بشيء الشيخ أوقف وقال له هذا لا يصلح، فقال له يا شيخ يعني إما تتركني أستمر معنى الكلام، وإما نتوقف لا أتوقف، يعني هذا الأفضل لا تستمر، يعني يقول إما أن تتركني أستمر وإما يعني أن أتوقف، فكأنه يريد أن يقول الشيخ طيب خلاص استمر. الشيخ لا توقف، ما الذي علينا من هذا يعني. نعم. وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن إطرائه، والإطراء هو الزيادة في المدح حتى يفضي ذلك إلى الشرك به ووصفه بأوصاف الربوبية، كما حصل في كثير من المدائح النبوية التي نظمها بعض الغالين كصاحب البردة وغيره، مما جرهم إلى الشرك الأكبر، كقول صاحب البردة يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، وقوله فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. وهذه البردة على ما فيها من الشركيات والكفريات والبدع والضلالات والمعاني غير الصحيحة، هذا في أبيات كثيرة فيها، ليس في بيت أو بيتين أو ثلاثة، في أبيات متعددة فيها، ولا يعني هذا أنه ليس فيها حق، فيها حق عادي، يعني ما سبحان الله، يعني النصراني قد يتكلم بكلام فيه حق وباطل، فهذا الكلام فيه حق وباطل، فيه ما هو كلام صحيح وفيه ما هو باطل. فعلى الرغم من كل هذا الباطل الذي فيها، إلا أنها صارت وردا من أشهر وأعظم أوراد الصوفية المتفق عليها بينهم. كثير من الصوفية يوم الجمعة كل جمعة أو كل خميس لابد أن يجتمعوا ليقرأوا البردة جماعة، فهمت هذا؟ وبأشكال وألوان متعددة ومختلفة، حتى صار لها أطر، يعني المغاربة يقرؤون البردة بطريقة، غيرهم يقرأ البردة بطريقة على حسب إيش اللهجة والتأثر، وهكذا. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، وقوله فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، طبعا هناك مدائح وقصائد كثيرة اخترعوها وصاروا يرددونه، هذه المشهورة التي يقولون فيها يا رسول الله أجرنا، مشهورة جدا، وفي الصعيد يرددونها كثيرا جدا، يا رسول الله أجرنا، يا رسول الله أغثنا، يا رسول الله أجرنا، الغوث رسول الله، الغوث رسول الله، ويذكرون أبياتا كثيرة في هذا المضمار. والأناشيد والمقالات كذا، يا رسول الله، يا رسول نداء، يا رسول الله، يا نبي الله، يا حبيبي، يا مصطفى، يا 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 وهذا كله لا يصلح، هذا كله لا يصلح إن لم يصل بصاحبه الشرك، وإن لم يقصد صاحبه شركا، يقصد نداء واستغاثة وكذا، فلا أقل من أن هذا لا يصلح، هذا لا أقل. يعني إذا قلنا أن صاحبه لا يقصد بالنداء الدعاء أو الاستغاثة، مع أن كثيرا من هؤلاء لما ينادي يا رسول الله ويقصد الدعاء والاستغاثة، فحتى من لم يقصد ينهى عن هذا، ينهى عن هذا، من يقول يا رسول الله كذا، في هذا من الذريعة ما فيه.
والنبي صلى الله عليه وسلم لما أكمل الله له مقام العبودية صار يكره أن يمدح صيانة لمقام العبودية وحماية للعقيدة، وأرشد الأمة إلى ترك ذلك نصحا لها وحماية لمقام التوحيد عن أن يدخله ما يفسده أو يضعفه من الشرك ووسائله. ومن ذلك نهيه لهؤلاء أن يقول له أنت سيدنا، والسيد مأخوذ من السؤدد. قال ابن الأثير في النهاية: والسيد يطلق على الرب والمالك والشريف والفاضل والكريم والحليم ومتحمل أذى قومه والزوج والرئيس والمقدم. وقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الشريف: السيد الله، يريد أن السؤدد حقيقة لله عز وجل، وأن الخلق كلهم عبيد له. والسيد إذا أطلق على الله تعالى فهو بمعنى المالك والمولى والرب. قال ابن عباس: الله الصمد، أي السيد الذي كمل في جميع أنواع السؤدد. قال ابن الأثير رحمه الله، هذا ابن الأثير مجد الدين أبو السعدات مجد الدين ابن الأثير الجزري صاحب النهاية في غريب الحديث والأثر، قال فيه أنه جاء رجل من قريش فقال: أنت سيد قريش؟ فقال: السيد الله، أي هو الذي تحق له السيادة، كأنه كره أن يحمد في وجهه وأحب التواضع، وأحب أن ينبه الناس على أصل ما ينبغي أن يكون معتقدا عندهم، وإلا فلا ينفي هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيد هذا الشخص، وأنه سيد الناس وسيد ولد آدم، وهذا قد جاء في أحاديث صحيحة. وقبل يومين قرأنا في صحيح البخاري حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد الناس يوم القيامة، وحديث أنا سيد ولد آدم ولا فخر، كما أخرجه أحمد وغيره. قاله إخبارا عما أكرمه الله به من الفضل والسؤدد، وتحدثا بنعمة الله تعالى عليه، وإعلاما لأمته ليكون إيمانهم به على حسبه وموجبه. ولهذا أتبعه بقوله: ولا فخر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا مرتبته حتى نعتقد في حقه ما ينبغي أن يعتقد. ولذلك قال: أنا سيد ولد آدم ولا يوم القيامة ولا فخر، وأنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا فقط، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يبين للناس منزلته، وهذا من الواجب الذي أوجبه الله تعالى عليه، أن يضع كل شيء في محله، وأن يبين للناس منازل الناس معي. الآن لو اعتقدنا أن غير الأنبياء أفضل من الأنبياء هذا كفر والعياذ بالله. إذا اعتقدت أن غير الأنبياء أفضل من الأنبياء فينبغي أن تعتقد أن الأنبياء أفضل، وينبغي أن تعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من جميع الأنبياء. فيقول: ولهذا أتبعه بقوله ولا فخر، أي أن هذه الفضيلة التي نلتها كرامة من الله، ولم أنلها من قبل نفسي ولا بلغتها بقوتي، فليس لي أن أفتخر بها. انتهى. فهو صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم كما أخبر بذلك، لكن لما واجهه هؤلاء بهذا اللفظ نهاهم عنه خوفا من الغلو الذي يفضي بهم إلى الشرك. ومما يوضح هذا ما ورد، وهذا في معنى حديث عبد الله بن الشخير السابق عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال: يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد، هذا رواه النسائي في كتاب عمل اليوم والليلة من السنن الكبرى. ففي هذا الحديث ما يبين أنه نهاهم أن يقولوا يا سيدنا خشية عليهم من الغلو في حقه، فسد هذا الطريق من أساسه، وأرشدهم أن يصفوه بصفتين هما أعلى مراتب العبودية، وقد وصفه الله بهما في مواضع من كتابه، وهما قوله عبد الله ورسوله، يعني الكلام الحق الذي قد يؤدي إلى باطل، يعني قد يسكت عن بعض الحق إذا كان يؤدي في مقام إلى باطل. هذا من الفقه الذي نأخذه، أن كلاما حقا ما قد يذكر بطريقة تؤدي إلى باطل فيسكت عنه أو يعبر بغيره بعدا عن الفتنة، مع أنه حق في ذاته وله محمل صحيح، ولكن ينبغي ماذا؟ تجنب ما يؤدي إلى الفتنة والسوء. ولم يحب أن يرفعوه فوق ما أنزله الله عز وجل حماية للتوحيد،
وهذا كثير في السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كقوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، وقوله إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله عز وجل. وهذا الحديث ضعيف كما سبق التنبيه على هذا، لأن هذا الدرس كان معنا في فتح المجيد يوم الخميس الماضي ليلة الجمعة الماضية. نعم. قال يعني إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله عز وجل على فرض صحة الحديث، فالتنبيه على ماذا؟ مع أنهم قد يستغيثون به في أمر جائز، لما قال لهم هذا تنبيها لهم على الأصل، تنبيها لهم على الأصل الذي ينبغي أن يكون مقررا. ونهى عن التمادح وشدد فيه، كقوله لمن مدح إنسانا ويلك قطعت عنق صاحبك، وقال إذا لقيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب، وهذان في الصحيح. وذلك لما يخاف على المادح من الغلو وعلى الممدوح من الإعجاب، وكلاهما يؤثران على العقيدة. والمنبغي أن يكون الجميع مخلصا، وألا يتأثر الشخص بكلمة تقال فيه بحق أو بباطل، لا ينبغي أن يتأثر بأن يتغير عما ينبغي أن يكون عليه، لأن بعض الناس إذا مدح تجده يتغير، وبعض الناس إذا ذم أيضا بالباطل تجده يتغير. لا، أنت ينبغي أن تكون على ما يجب أن تكون عليه. مدحك الناس أو ذموك ينبغي أن يستوي عندك مدح الناس وذمهم، لا تبالي بهذا. أنت ما الذي ينبغي أن تفعله؟ أنا والله ينبغي أن أفعل كذا، إذن أنا أفعل كذا. الناس أحبوني وأثنوا علي، الناس أبغضوني وذموني، أنا أفعل ما أمرني الله به. هذا الذي ينبغي أن يكون عند كل واحد منا. بقي أن يقال هل يجوز أن يقال للمخلوق سيد؟ قال العلامة ابن القيم اختلف الناس في جواز إطلاق السيد على البشر فمنعه قوم، ونقل عن مالك واحتجوا، يعني نقل عن مالك هذا المنع، واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له يا سيدنا قال السيد الله تبارك وتعالى، وجوزه قوم واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للأنصار قوموا إلى سيدكم، وهذا الحديث وهو في الصحيح أصح من الحديث الأول. انتهى. قال الشارح وأما استدلالهم بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للأنصار قوموا إلى سيدكم، فالظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يواجه سعدا به، فيكون في هذا المقام تفصيل. انتهى. وكأنه يقصد بالتفصيل أنه لا يجوز أن يواجه الإنسان ويقال له يا سيد من باب المدح، ويجوز أن يقال هذا في حقه إذا كان غائبا وكان ممن يستحق هذا الوصف، جمعا بين الأدلة والله أعلم. يعني بعض الناس يقول لشيخه يا سيدنا، تجد في بعض المناطق خاصة فيما مضى في الكتاتيب يقولون يسمي شيخ الكتاب وقد يكون من أجهل الناس عموما، يقول هذا سيدنا. فهمت؟ حتى ذكر لي بعض أقاربي أن شخصا كان شخص يعني الله المستعان يعني حاله حال شنيع في أو يعني ما بعيد يعني سبحان الله، فيجلس ويأتي بعض الشباب يحفظهم وكذا، فيقول لا قم أن تفعل كذا، اكنس هنا وأن تفعل كذا، هو أمور هي من تلزمه هو. فنظر إليه فقال له يعني مش أنا سيدهم؟ أنت فهم؟ يعني هو قلت سيدنا فصرنا سيدنا. فبعض الناس حتى هذه الكلمة التي تقال هكذا يصدق نفسه، يقول نعم أنا سيدنا، أنا سيدهم. فهمت؟ الشخص يقول يا مولانا، فيقول نعم أنا مولانا. وبعض الناس يحزن، إيش يا سيد، إيش يا كذا، لا يا مولانا، قل يا مولانا. واحد الإخوة ربما يكون هنا ذهب مرة يقدم في مديرية الأوقاف في المنيا، فمدير الأوقاف قال مضى له وكذا، فقال له جزاك الله خيرا يا شيخ، وشيء يعني أساسا شيخ. فالرجل قال الشيخ، قال له يا أخي في أدب وكذا، تقول يا فضيلة الشيخ يعني الشيخ. قال طيب يا شيخ لا أدري موجود هنا ولا ليس موجود. ثم قال يا أخي كذا مصر، يعني كيف تقول هذا؟ فقال طب حاضر، السلام عليكم يا شيخ. والأخ يعني كان بغير قصد الأولا ثم تعمدها. فالرجل إيش يغضب لأنه لا تقول له ماذا يا فضيلة الشيخ،
معي. وأنا على يعني رأيت هذا كثيرا، أن ناسا يقولون لشخص من الأشخاص يكون في يعني في المعهد الأزهر، شيخ المعهد هكذا يسمى، الناس يقولون له، المدرسون يقولون له مولانا، والذي يقول له مولانا ربما يسبه من خلفه، لكن في مقابله يقول يا مولانا. أنت معي؟ فهكذا يا مولانا وكذا، والذي يقول يا مولانا يقول هذا شيخ كذا، ويشتم يعني بعضهم يشتم شتائم قبيحة، فهم؟ لكن في المقابل يا مولانا. ومرة جاء شيخ الأزهر ونفسه فدخل فقال ودرس الشيخ الأزهر، هذا شيخ الأزهر ابن كذا وعمامته بنت الكذا، وأخذ يشتم فيه وفي عمامته وكذا. وهذا في المقابل ماذا؟ حدث ولا حرج عن النفاق، وحدث ولا حرج عن الله. تفهم؟ نعم. فهذا الذي فيه الكلام هذا تحت يعني لا نقول هذا لماذا؟ لأن بعض الناس، بعض الإخوة ربما لم يقابل إلا السلفيين، أو لم يعرف حتى ولا سلفيين حتى ربما، فلا يتصور هذه الأمور. لا، أنا أحب أن أنبهك أنها موجودة خاصة عند المنحرفين. نعم. وهناك بعض الناس ممن يكون عنده خلل ونقص في فهم السنة وفهم التوحيد يحب مثل هذا. يعني كان أحد الأشخاص في مصر هنا ممن يدعون السلفية بعد الدرس يقول يا جماعة أحد يرى شيئا عندي خطأ في درسي؟ أنت يا أخي طلاب عندك، يعني ليس الأصل أنك تقول لهم من يرى خطأ في كلامي. يعني أنا الآن آتي ألقي الدرس وأقول عندكم يعني وكان يشرح كتاب التوحيد للشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. إذا كنت تشك في شيء لا تتكلم به، لا تتكلم إلا بما تعلم أنه صواب. أخطأت بعد هذا من عنده دراية يصحح بدون شيء، بدون ذا. فيقول أن عندي شيء، هو يسألهم هذا السؤال لماذا؟ حتى يقول له ليس عندك شيء وأنت تمام وأنت 100%. ففعلا أحد الأشخاص، وهو اللي يحدثني هذا الشخص، رفع يده وقال نعم أنت قلت كذا كذا، وهذا الكلام في مسألة من المسائل. فقال طيب تعال، وأخذه معه إلى بيته وقال أنت أسأت الأدب. لماذا أساء الأدب؟ لأنه قال من يصحح لي، فهو تجرأ ورفع يده وقال أصحح، وهو الذي طلب، يقول أنت أسأت الأدب. سبحان الله يا أخي، سبحان الله. استغفر الله العظيم. ولذلك ليس الأمر أن شخصا يظهر التواضع في مقام ما وهو في قلبه من المتكبرين. أنا رأيت يعني ربما بعض الناس يقبل يد غيره يظهر أنه متواضع وهو متكبر، ربما يتكبر على من يقبل يده. لعل طبعا كثير أو معظمكم أو كلكم تقريبا ربما لم يرى هذه النماذج، أن شخصا يقبل يد غيره، والذي يقبل يده هو يتكبر عليه في قلبه، لكن هو للمظهرية حاجات. نعم. الثاني يقبل يده وينظر هكذا بعين، ينظر الناس تنظر إليه ولا لا، وهو يقبل يده. حركات. ثاني والله رأيته مرة من أدعياء السلفية يقول تقدمي في الكلام بين يدي سيدي الشيخ فلان الفلاني، هنا كلهم من الضائعين المخالفين، إلا كما يتقدم العبد بين يدي سيده. هذا أنا كنت موجودا بنفسي. هذا يقول إلا كما يتقدم العبد بين يدي سيده. ما هذا الغلو؟ ما هذا الغلو؟ صحيح ليس أن تقدمت، حتى لو تقدمت هذا، وهو يعني هذا ليس تلميذ، هذا مجاملات. أنا لو تقدمت في محضر شيخي وأردت حتى إما أن أذكر شيء وإما أن لا أذكر شيئا، وأنت الحمد لله حتى لو ذكر ذاكر مثلا والله يا الشيخ يعني ما ينبغي لنا أن نتقدم في حضرته، ولكن هو أراد هذا باختصار. لكن حركات ومبالغات نعم، نسأل الله تعالى العافية. نعم. طيب انتهينا من
من هذا القسم؟ الله أعلم. نعم. طيب نبدأ في هذا بعد الأذان. إذن الغلو في الصالحين. إذا كان الغلو في حقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ممنوعا، وهو خير الصالحين وإمام الصالحين ورأس الصالحين، فالغلو في حق غيره من الصالحين من باب أولى. والمراد بالغلو في الصالحين رفعهم فوق منزلتهم التي أنزلهم الله إلى ما لا يجوز إلا لله من الاستغاثة بهم في الشدائد، والطواف بقبورهم، والتبرك بتربتهم، وذبح القرابين لأضرحتهم، وطلب المدد منهم. وقد أدخل الشيطان الشرك على قوم نوح من باب الغلو في الصالحين، من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل، فيجب الحذر من ذلك. وإن كان القصد حسنا، القصد في أول الأمر حسن، أنه يقول هذا إكرام، هذه محبة، هذا تبجيل معي، فتجد أن الشيطان يظل بهم في هذا حتى يظهر لهم الشرك الصراح في قالب محبة الصالحين. يقول هذا الشرك الصراح ومحبة الصالحين. بعض الضلال ذكر أمامه ذاكر ما يحدث عند بعض القبور كالقبر المنسوب للحسين رضي الله عنه وغيره، فقال هذا شرك. فقال يا أخي لا تسميه شركا، هذا زيادة في محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن هي زيادة في محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، زيادة مذمومة، زيادة تجعل صاحبها مشركا والعياذ بالله. وقد وقع في هذه الأمة مثل ما وقع لقوم نوح لما أظهر الشيطان لكثير من المفتونين الغلو والبدع في قالب تعظيم الصالحين ومحبتهم، ليوقعهم فيما أوقع به قوم نوح. فما زال الشيطان يوحي إلى عباد القبور ويلقي إليهم أن البناء والعكوف على قبور الصالحين يعد محبة لهم، وأن الدعاء عند قبورهم يستجاب، ثم ينقلهم من هذه المرتبة إلى الدعاء والتوسل بها. فإذا ألفوا ذلك نقلهم منه إلى دعاء المقبورين وعبادتهم وسؤالهم الشفاعة من دون الله عز وجل، فتصبح قبورهم أوثانا تعلق عليها القناديل وتسدل عليها الستور ويطاف بها وتستلم وتقبل، يعني بل تؤلف الكتب في مناسك الزيارة. يؤلف كثير من الرافضة يؤلفون كتبا في المزار. الشيخ المفيد يؤلف كتاب المزار، أو ما يسميه العلماء في شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره في مناسك حج المشاهد، يعني كيف إذا ما أراد أن يذهب إلى القبر الذي ينسب للحسين في كربلاء أو الذي ينسب إلى علي رضوان الله عليه في النجف، كيف يفعل هناك وما الذي ينبغي. وكذلك يذكرون كيف تزور من على بعد، أنت تريد أن تزور الحسين وأنت في مصر، فهناك طقوس يذكرونها كيف بها تزور الحسين وأنت هنا. هناك زيارات تقرأ من على البعد، وهناك أمور تقرأ لما تذهب هناك. كل هذا يؤلفون فيه الكتب ويفصلون ويطيلون ويخترعون ما شاء الله من أمور تخترع معي. لا حول ولا قوة إلا بالله. لهم في هذا كتب كثيرة في الأذكار وفي كيفية الزيارات للقبور وللمشاهد وسبحان الله تجدهم في كل بلد يحرصون على أن يجدوا أدنى شيء حتى يجعلوه مزارا ومقصدا للحجاج. عرفت هذا؟ يعني في العراق يجدون ما لهم، في إيران في مدينة سموها مدينة مشهد. لماذا؟ هذه بقرب طوس نسبة إلى مشهد علي بن موسى الرضا رحمه الله، فقالوا هو مشهد هناك، فسموا المدينة بهذا الاسم، سموها مشهد لأن فيها مشهد علي بن موسى الرضا رحمه الله. عرفت هذا؟ يذهبون إلى سوريا. طيب سوريا ما الذي فيها؟ قالوا لا، قبر السيدة زينب هناك. طيب وعندنا هنا في مصر السيدة زينب، لا هذه ليست هذه أخرى، ليست زينب بنت علي، فهمت؟ هذه لم تدخل مصر أصلا، وهنا المصريون يعيشون في أوهام أخرى، فهمت؟ الحسين ويقولون رأسنا، في شخص يقول لا هذا ليس رأس الحسين، هذا رأس غير الحسين، هنا رأس زيد بن علي. أحد الرافضة يقول هذا، فهمت؟ أي كلام. فيجعلون هناك، ذهبوا في مكان أحيوا قبرين لعمار بن ياسر، لأن عمار بن ياسر كان في جيش علي فيعظمونه. مشهد في سوريا
قالوا هذه نقطة سقطت من رأس الحسين، نقطة دم على حجر، فأتوا بهذا الحجر وبنوا فوقه مشهدا ومقاما وكبيرا، سموه مشهد النقطة، نقطة الدم. فهمت؟ مشهد النقطة هذا في سوريا. ففي سوريا لماذا يسألون عن هذا؟ لأن الرافضة وأن القبورية الرافضة خصوصا في سوريا يجدون لهم مزارات مهيئة على أمزجتهم. في الأردن ذهبوا خاصة قبل أن تفتح الزيارة للرافضة غير العراقيين إلى المزارات الرافضية العراقية، في الأردن ذهبوا إلى قبر جعفر الطيار وأرادوا أيضا أن يقيموا حوله ما يقيمون. في مصر هنا الرافضة يعلمون أن الحسين ليس هنا ولا هو رأسه ولا هو مدفون، لكن طالما نسب إلى الحسين يذهب الرافضة أيضا الذين أتوا من العراق ويسكنون هنا في مصر في أكثر من مكان، والمترفضة من المصريين يذهبون حتى إلى قبر الحسين هذا وإلى القبر الذي ينسب لزينب. هم يعلمون لا الحسين ولا زينب دخل مصر، لا في الحياة ولا بعد الممات، لا الكل ولا البعض، يعني لا الرأس ولا غير الرأس، لكن نسب فيتمسحون. يقولون مالك الأشتر قبره موجود ويسمى سيد العجمي في القلج، يذهبون يريدون أن يقيموا، وهكذا يبحثون عن أي شيء حتى يقيموا شيئا يكون محجا ويكون مزارا ويكون مقصدا، وبعد هذا ربما يكتبون كيفية زيارته ويكتبون في فضائله، وهكذا كل هذا لأجل أن تكثر الأوثان التي تعبد من دون الله، لأجل أن تكثر الأوثان التي تعبد من دون الله. وذكرت لكم من قبل قصيدة أبي الحسين بن الحجاج التي يصف فيها كيفية المناسك أو ما هي المناسك التي تكون عند زيارة القبر المنسوب إلى علي رضي الله عنه في النجف، وهو في الواقع ليس قبر علي رضي الله عنه. يقول يا صاحب القبة البيضاء بالنجف من زار قبرك واستشفى لديك شفي، زوروا أبا الحسن الهادي لعلكم تحظون بالأجر والإقبال والزلف، زوروا لمن تسمع النجوى لديه فمن يزره بالقبر ملهوفا لديه كفي، إذا وصلت فأحرم قبل مدخله ملبيا وسعى سعيا حوله وطفي، حتى إذا طفت سبعا حول قبته تأمل الباب تلقى وجهه فقفي، وقل سلام من الله السلام على أهل السلام وأهل العز والشرف، إني أتيتك يا مولاي من بلدي مستمسكا من حبال الحق بالشرف، راج بأنك يا مولاي تشفع لي وتسقني من رحيم شافي الدنف، فإن شأنك شأن غير منتقص وإن نورك نور غير منكسف، وإن أسماءك الحسنى إذا تليت على مريض شفي من سقمه الدنف. يعني كل أسماء حسنى ومناسك حج وطواف وسعي وتلبية وإحرام وإني أتيتك مولاي من بلدي. ماذا تريد؟ ما الذي يحصل في الكعبة بعد هذا؟ ما الذي يحصل عند الكعبة لله رب العالمين بعد هذا؟ فهمت؟ ويقولون الصلاة في المشاهد أفضل من الصلاة في المساجد، وهذا منصوص عليه في عموم الرسائل العملية عند محمد الشيرازي وعند أبي القاسم الخوئي وعند السيستاني وغيرهم. والسيستاني ينص أن الصلاة في كربلاء ضعف الصلاة في مكة، ويريدون في هذا البيتين المعروفين وفي حديث كربلاء والكعبة لكربلاء بان علو الرتبة. نعم. فإذا ألفوا ذلك نقلهم إلى أن يدعوا الناس إلى عبادة هذه القبور. ألف بعض السودانيين القبوريين كتابا سماه تحريض الأغبياء على دعاء الأنبياء والأولياء، يعني الأغبياء الذين يمتنعون عن دعاء الأنبياء والأولياء هو يحرضهم، يقول لا أيها الأغبياء ادعوا الأنبياء والأولياء، تحريض الأغبياء على دعاء الأنبياء والأولياء. هم يظنون أن الذي لا يدعو هذا غبي. وذكرت لكم من قبل قصة ذاك الرجل الذي قلت له يعني إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بمن؟ قال بالله وبالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال لي أنت حمار. فهمت؟ لماذا؟ لأني أقول إذا سألت فاسأل الله، وما زدت على هذا. وإذا فقال لي احنا بنعبد النبي صلى الله عليه وسلم، قلت لا يعني إذا سألناه كذا نعبده، قال لي أنت حمار.
والله أحد يحلف بالله ويؤكد يعني أنني مسكين. كلامه جعلني هكذا، كلامه جعلني هكذا في الواقع، جعلني ما لكم لا تردون ولا لا. طيب، يقول فإذا ألفوا ذلك وتقرر عندهم نقلهم إلى اعتقاد أن من نهاهم عما يفعلون فقد تنقص الأولياء وأبغضهم، وزعم أنه لا حرمة لهم ولا قدر لهم، يعني كما يقول البوطي وقال قوم لم تشعر أفئدتهم بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يتهم السلفيين بأنهم لم تشعر أفئدتهم بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. يقول وقد سرى ذلك في نفوس كثير من الجهال والطغام وكثير ممن ينتسب إلى العلم والدين، حتى عادوا أهل التوحيد ورموهم بالعظائم ونفروا الناس عنهم، فعلوا ذلك كله تحت ستار حب الصالحين وتعظيمهم. وقد كذبوا في ذلك، لأن محبة الصالحين على الحقيقة تكون على وفق الكتاب والسنة، وذلك بمعرفة فضلهم والاقتداء بهم في الأعمال الصالحة من غير إفراط ولا تفريط. يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فكل من غلا في نبي أو رجل صالح وجعل فيه نوعا من الإلهية، مثل أن يقول يا سيدي فلان انصرني أو أغثني أو ارزقني أو أنا في حسبك. عرفت؟ تعرف هناك قصيدة حتى بعض يوزعونها وبعض الناس يعلقونها في الدكاكين: على الكريمة قد حسبنا. لا أدري بعضكم رآها ولا لا. على الكريمة قد حسبنا، في الكلام في مدح زينب رضي الله عنها، قصيدة طويلة فيها الشرك والكفر واذهب وقبل وافعل ثم يقول من ضمن أبيات القصيدة بعد أن ذكر بلايا ورزايا وكفريات وشركين، يقول ليس إشراكا وكفرا فاتركوا جهل العوام. يعني العوام جاهلون يقولون لكم هذا إشراك وكفر، لكن ما شاء الله هم أهل العلم والدراية والتحقيق، فرأوا أن الشرك والكفر والجاء كل هذا ليس شركا ولا كفرا ولا شيء. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني كل الذي ذكرناه الآن ليس إشراكا ولا كفرا. يقول فاللي يقول إيش على الكريمة قد حسبنا، يقولون في مدح زين يا رئيسة ترجى لكل ملم، وأبيات معروفة: رئيسة الديوان ست زينب يا مشيرة يا رئيسة الديوان. تعرف أي ديوان؟ رئيسة الديوان من؟ اجتماع الأقطاب عندها ويجلسون، ولهم تفاصيل في هذا ربما أنا يعني أذكرها وأفصلها في مقام آخر. لا حول ولا قوة إلا بالله. فكل هذا شرك وضلال نعم، ونحو هذه الأقوال. فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه فإن تاب وإلا قتل، فإن الله سبحانه وتعالى إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده لا شريك له ولا يدعى معه إله آخر، والذين يدعون مع الله إلها آخر مثل المسيح والملائكة والأصنام لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق أو تنزل المطر أو تنبت النبات، وإنما كانوا يعبدونهم أو يعبدون قبورهم أو يعبدون صورهم، ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فبعث الله سبحانه رسله تنهى أن يدعى أحد من دونه، لا دعاء عبادة ولا دعاء استغاثة. انتهى كلام الشيخ رحمه الله. وبه يتضح كشف شبهة هؤلاء القبوريين الذين يسوغون فعلهم هذا بأنهم لا يعتقدون في الأولياء مشاركة الله في الخلق والرزق والإحياء والإماتة، وإنما يعتقدون فيهم أنهم وسائط بينهم وبين الله في قضاء حاجاتهم وتفريج كربتهم، وهي نفس الشبهة التي قالها مشرك الجاهلية كما ذكرها الله في كتابه وأبطلها. والواقع أن شرك هؤلاء المتأخرين زاد على شرك الجاهلية،
فصاروا يهتفون بأسماء هؤلاء الأموات في كل مناسبة ولا يذكرون اسم الله إلا قليلا، وإنما يجري على ألسنتهم اسم الولي دائما. والأولون كانوا يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، وهؤلاء شركهم دائم في الرخاء والشدة، بل ربما اشتد شركهم في الشدة. يعني هو يقول أنا حصلت لي هذه الشدة بسبب أنني لم أتعلق بسيدي فلان كما ينبغي، فكل تشتد عليه الشدة أكثر فيظل يدعو ويستغيث بالولي وبالصالح أكثر حتى ينجيه من هذا. قال الإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله الأمير في قصيدته التي يمدح فيها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: سلام على نجد ومن على من حل في نجدي، ويقول لقد أتى الخبر عنه بأنه يعيد الشرع الشريف يبدي. وذكر أبياتا في مدح شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. وهناك قصيدة أخرى يقول فيها رجعت عن النظم الذي قد قلت في النجدي، واختلف فيها هل تثبت عنه ولا تثبت، ولعلها تكون ثابتة كما ذكر غير واحد من أهل العلم، ولكن كانت هناك أمور تداخلت فأدت إلى تشويه بعض الأمور جعلته يقول كلاما ليس في محله. والعلماء تكلموا في هذا للشيخ سليمان بن سحمان فيما يتعلق بالصنعاني رحمه الله، كتاب تنزيه الشيخين الإمامين عن تزوير أهل الكذب والمين. عرفت، تكلم فيه على ما يتعلق به وعلى هذه القصيدة. لا أفصل هذا الآن. وأقول هذا لماذا؟ يعني حتى لو ثبتت هذه القصيدة فليس معنى هذا أن الصنعانية خالف التوحيد الذي دعا إليه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب معي، إنما قد يكون خالف ما يتعلق بالقتال، ما يتعلق بأمور أخرى، لكن ما خالف أصل الأمر. هذا على حسب ما بلغه أيضا. وطبعا النظر في موقف الصنعاني لا يغير شيئا من حقية الحق الذي كان عليه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. انتبهوا، البحث هنا سيكون في دائرة ماذا؟ ما يتعلق بالصنعاني، ولن يكون هذا مؤثرا على حقية الحق قولا وعملا الذي كان عليه من؟ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. عرفت؟ لأن بعض الجهلة يقول لا هذه مسألة اختلف فيها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ومحمد بن إسماعيل الأمير. لا يا أخي، لا يا أخي، الأمر ليس هكذا. افهم، لا تجعل هذا في مقابل هذا. يقول فمحمد بن إسماعيل الأمير الذي هو الصنعاني رحمه الله يقول: وكم هتفوا عند الشدائد باسم هذه المعبودات التي يعبدونها، كما يهتف المضطر بالصمد الفردي، كما يهتف المضطر بالصمد الفردي. يعني ألف بعض الأفغان حتى ممن كان ربما يشتغل في الجهاد وكذا أيام الروس كتابا سماه النداء بأعلى صوت بقول يا رسول الله حتى الموت، يعني بتجويز قول يا رسول الله حتى الموت، أو بهذا المعنى أنك ينادي النداء بأعلى صوت بتجويز قول يا رسول الله حتى الموت، والعياذ بالله. فيا علماء المسلمين، أنتم المسؤولون عن هذه القطعان الضائعة والتائهة في الضلال، لماذا لا تبينون لهم طريق الحق وتنهونهم عن هذا الشرك العظيم وأنتم تسكنون معهم وتخالطونهم؟ لماذا ضيعتم ما أوجب الله عليكم من الدعوة والبيان بقوله: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه؟ أليس العلماء ورثة الأنبياء؟ والأنبياء جاءوا بإنكار هذا الشرك وجهاد أهله حتى يكون الدين كله لله. فاتقوا الله الذي حملكم هذه المسؤولية وسيسألكم عنها. فقد ورد في الحديث الصحيح أن العالم الذي لا يعمل بعلمه هو من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. إن كنتم ترون هذا شركا وتركتم الناس عليه فالأمر خطير، وإن كنتم لا ترونه شركا فالأمر أشد خطرا، لأنكم جهلتم ما هو من أوضح الواضحات. اللهم أصلح أحوال المسلمين واهد ضلالهم، إنك على كل شيء قدير. ونكتفي الليلة بهذا، والحمد لله رب العالمين. والسلام.